ودلوقتي هبدأ أحل معاكم سوري المسألة New Year Resolution. فيلا بينا نبدأ. بسم الله. يلا أسرع. طيب، أول حاجة عندنا مسألة اسمها New Year Resolution، يعني زي أهداف السنة الجديدة. To start the year 2026 off، لو انتوا عايزين أو عشان نبدأ سنة 2026. شيف made a resolution to exercise daily. شيف عمل زي هدف إنه يتمرن كل يوم. He decided to do exactly as push up every day. الشيف ده عمل هو إنه يعني يعمل بالظبط عدد من الضغط كل يوم، بس معرفش هو قد ايه. If he sticks to his resolution, how many push-up will he do in the month of January? لو هو فعلا كمل أو عمل الهدف ده، هيبقى كام عدد الضغط هو هيعملهم في الشهر بتاع January. Note that the month of January had 31 days. طيب كده اداني ان هو الجانوري يعني في حوالي 31 يوم. الانبوت فورميت، اول حاجه هنكون الانبوت بتاعنا اكس، يبقى اول حاجه نعملها كده بدايه كده ان احنا نصفي ذهننا كله كده ونبدا ان احنا نكتب ايه اول حاجه طلبها مننا. بسم الله. انتجر في ايه ارجوك اكتب انتجر اكس والسيمي كولون وبعد كده سين كده اكس وسيمي كولون. طيب وبعد كده الاوتبوت فورميت ان هو عايزني اطلع له النمبر بتاع الشيف بتاع البوش اب اللي الشيف عملها في جانوري. اول سيمبل 155، يعني ايه الاكس ده؟ يعني ان هو عمل 5 عدات، فده معناه ان هو عمل 155 عدة. يبقى في عملية حسابية هنا بتتعمل عشان كده. طب تعالى نقرأ الاكسبلانيشن. doing 5 push up every day chef will end up 5 multiply 31. يعني كده هو بيضرب الاكس multiply 31 فبيديني 155 push up in January. يعني ده معناه ان هو عمل 155 في الشهر. طيب دي كذلك 100 و 3100 ده معناه ان برضو ان هو بعمل 100 multiply ال 31. يبقى ده معناه ان العملية الحسابية اللي بتتعمل هنا الاكس multiply ال 31. يبقى انا محتاجة اخزن حاجة جديدة، ممكن اسميها اعمل انتجر كده، ممكن اكتب push up equal ان الاكس multiply فين المultiply ال 31 والسيمي كومن، وبعد كده اعمل سي اوت كده وهكتب فيها البوش اب واحط المساعدين واكتب الان لاين كده ونجرب الكود. يلا ارجوك يلا هيا طلع صح. شفتوا؟ سهلة جدا من أسهل المسائل. يعني هو أصلا حتى مساعدني هنا وقال لي إن انتي هتعملي 5 ما تبقي 31، يعني انتي بتعملي أصلا. هو مساعدني جدا يعني بجد. شكرا، ده كود سهل قوي بجد، والمسألة مفيش أسهل منها يعني بجد. طبعا نعمل كده submit ونشوف